الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في الوطن والمهجر، مرحبا. الأحداث التي شهدتها سوريا وتحديدا الساحل السوري، مدن اللاذقية وطرطوس والمدن والقرى التابعة لها، كانت دامية ومؤسفة ومحزنة وكارثية، وتنذر يعني بالكثير من المخاطر المحرقة بالبلد. طبعا هذه الأحداث بكل تأكيد هي من تركة النظام السوري المخلوع السابق، لكن لا يمكن في أي حال من الأحوال نفي وضلوع النظام السوري الحالي في تأجيج هذه الأحداث، وبالتالي هنالك مسؤولية. يعني مهما حاول أنصار النظام الجديد لفلفة الموضوع وترقيعه وتجميله وما بتزبط. يعني الموضوع مهتري وفاقع، واللي ما بيشوف من الغربال أعمى. آه، دائما النظام السوري المخلوع السابق عندما كان يبرر لبيئته أنه في حال تغير نظام الحكم في سوريا فسيكون مصير العلويين هو نفس ما لاقوه في السلطنة العثمانية، في الدولة العثمانية على زمن الخليفة أو السلطان العثماني مراد الرابع، والمذابح اللي يعني التاريخ العلوي أيضا تاريخ تراجيدي ومأساوي. وأغلب الطرق والمذاهب الدينية في العالم الإسلامي تاريخها مأساوي مع الأسف الشديد. دائما النظام كان يعني يرهب ويرعب العلويين أنه مستقبلكم غامض، سيكون مصيركم مقبرة جماعية وإلى زوال في في ظل أي نظام آخر غير النظام الأسدي. تلك الأكاذيب صدقها البسطاء، طبعا المتورطين والمستفيدين من النظام اقتصاديا وسياسيا وأمنيا كل يعني بيعرفوا أنه هي أكاذيب، لكن المجال العام اللي يعتمد على البسطاء والريفيين وأنصاف المتعلمين يصدق. ونسبة التصديق تزداد عندما يرون أنه النخب تتورط، نخب من هذه البيئة، صحفيين، كتاب، إعلاميين، فنانين، متورطين في هذه العملية، عملية التضليل والترهيب الداخلي اللي مارسها آه، نظام البعث ونظام حافظ الأسد، ومن بعده نظام بشار الأسد. لكن النظام الحالي أيضا نفس الأساليب، يعني خنطق منطق مثل ما بيقولوا بالشام، يعني اللغب، يعني تغليب المزاج والذهنية الطائفية لدى السنة، والأولوية للسنة. وسوريا كانت أموية، سوريا كانت أموية قبل 1300 سنة. يعني سوريا كانت أموية، وسوريا كانت سنية، وسوريا سنية، وهي أصلا سوريا سنية ما تغير شيء. يعني سوريا لم تصبح لا علوية ولم تصبح سوريا آه، يعني شيعية حتى على زمن حافظ الأسد وبشار الأسد، بحكم الدستور، بحكم القوانين، كل التفاصيل سوريا سنية يعني. ويعني للتضليل حقيقة هذا موضوع آخر. يعني بالمحصلة يعني سوريا لم تتحول إلى دولة علوية مثل ما تحولت إيران إلى دولة شيعية، مثل ما تحول العراق إلى دولة شيعية على زمن حافظ الأسد. لم يصار إلى تغيير الكثير يعني من التاريخ ومناهج التربية والتعليم والقصص هي كلها لم يمارسها
نظام البعث لصالح العلويين أو ترجيح السردية العلوية في الأدبيات، في الفنون والآداب والدراما والسينما ومناهج التربية والتعليم، من التعليم الابتدائي وحتى التعليم الجامعي، ما صار هيك شيء. هلا بعض السذج والبسطاء ربما يفهموا هذا الكلام إنه دفاع عن نظام الأسد. لا، هذا ليس دفاعًا عن نظام الأسد، عم باحكي إنه بطلان مسألة إنه سوريا يعني تحوّلت إلى شيعية أو إلى علوية وهي لازم ترجع إلى سُنية، هي في الأصل سُنية يعني. فالنظام الجديد كمان بيشتغل وهو يعني نظام يعني مُركّب. آآ في يعني عدة تيارات أو أجنحة وكذا، وما في حدا عاقل يمتلك ذرة من العقل، مثقف كان، مفكر، سياسي كذا، يقتنع بهذا الانقلاب العقائدي والفكري والإيديولوجي، وإنه هذا حدث بين يعني عدة أشهر. الجولاني أحمد الشرع من أبو محمد الجولاني يتحول إلى أحمد الشرع، ويعني الماضي القريب جدًا صار ماضي بعيد جدًا. هي التحولات الكبرى في الشخصيات في ال ال ما بتصير هيك يعني، ما بتصير هيك بشكل فجائي وتلقائي. اللي المقتنع بهذا الكلام إنه نعم نمنحه الفرصة كذا، لكن ما يجري الآن يؤكد إنه قديش كم كنا يعني سُذَّج أو بسطاء إنه اقتنعنا بهذا التحوّل النوعي في شخصية وكينونة ومزاج وأهواء هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة سابقًا والقاعدة سابقًا وداعش سابقًا وكل هذه التفاصيل، إنه لأ، نطوي نصدّق كل ما يقوله أحمد الشارع وأركان حكمه ولقليقه ولغليغه الإعلاميين المنتشرين يعني في الموضوع. بالمحصلة ما حدث مجازر، راح فيها ضحايا. الذين قتلوا بنيران فلول النظام الأسد وهم مجرمون بكل تأكيد، لا خلاف حول ذلك يعني. فلول نظام الأسد كانوا مجرمين وسيبقون مجرمين، حتى لو إدارة أو حكومة أحمد الشرع التمست لهم الأعذار وعملت تسويات ومما قيل يعني، فسيبقون مجرمين. في الوجدان السوري مجرمين، في التاريخ السوري المجرمين. فلول نظام الأسد ونظام الأسد ككل بقضه وقضيده وفلوله وكل تفاصيله يعني. نظام مجرم، أجرم في حق العلويين، أجرم في حق السنة، أجرم في حق الأكراد، أجرم في حق كل السوريين بمستويات مختلفة. هذا اتفقنا عليه يعني. الضحايا من الأمن العام شهداء عند ربهم، الله يعلم أين سيكون مقام هؤلاء. هذه متروكة لرب العالمين، لهم الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل. هذا مشان ما حدا يزايد علي في القصة هي. طبعا راح يزايدوا، ومع ذلك راح يكون هنالك مجال للمزايدات. هي عادة السوريين يعني. اعتدت على الموضوع وما في مجال للمناقشة وللمحاججة والمحاكمة العقلية، دائما هنالك مزايدة. لكن المدنيين العزل الذين قضوا وهم بالمئات وربما الخشية أنه الأرقام تتزايد يعني، وندخل في مذابح طائفية نفس القصة اللي صارت في العراق. هؤلاء أيضا شهداء عند ربهم لأنهم قتلوا غدرا وغيلة
وحقدا طائفيا مسموما أعمى. من فقد حياته بسلاح هؤلاء الغرباء الفاشست المتطرفين التكفيريين، يعني هم شهداء، علويين، دروز، أكراد، لا دينيين، هم شهداء وفق التصور والمنظور الديني. يعني هؤلاء كانوا في ديارهم آمنين، واتجه نحوهم يعني بربر العصر وأحفاد هولاكو وتيمورلانك وأحفاد التتار والمغول، وبلشوا فيهم تقتيلا وذبحا. هؤلاء هم شهداء في الجنة إن شاء الله، يعني وتقدير ذلك يعود إلى رب العالمين. بينما القتلة المأجورين المرتزقة الإرهابيين، المجموعات الغير المنضبطة اللي سمتها حكومة الشرع أنه مجموعات غير منضبطة، هؤلاء هم يعني في أسفل السافلين، أسفل السافلين. مثل ما حدا يجي يبرر ويقول يعني سخافات وتفاهات أنه تذكروا الكيماوي، وكأنه طبعا من أنصار النظام الجديد شو اسمها هي الدبس اللي قالت إحدى المسؤولات أو المقربات من النظام الجديد على السوشيال ميديا، تذكروا مجازر الكيماوي، وكأنه الآن ما يجري هو ثأر لمجازر الكيماوي. ليس بهذه الطريقة الوقحة والطائفية والإجرامية. هذا يعني راجعوا القانون الدولي ووثقوا كل هذه التفاصيل. النشطاء المعنيين بحقوق الإنسان، كل ما يصدر عن أحمد الشرع وأركان حكمه والإعلاميين والسياسيين من تبريرات للذبح على الهوية فيما جرى في الساحل السوري، وثقوه، لأنه القانون الدولي يجرم كل من يبرر لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فهو شريك. وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا ولن تسقط بالتقادم، لن تسقط بالتقادم على أركان النظام السوري السابق، ولن تسقط بالتقادم على أركان النظام السوري الحالي. إذن الرحمة للضحايا، للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى. ويعني الألم كبير وفظيع، ولا يمكن يعني التعبير عن يعني ما يعتمل قلوب السوريين. طبعا البعض من أنصار النظام الحالي يعني بطريقة فيها الكثير من التشفي يعبرون عن يعني فرحتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، ويحاولون صرف الأنظار عن هذه المذبحة أو هذه المجازر. هذا واضح. أيضا فلول النظام السابق مستفيدين من هذه المجازر، يطرحون أنه شفتوا يعني يستندون في سردياتهم وترهيبهم للبيئة العلوية، للطائفة العلوية، على المجازر التي جرى اقترافها في الساحل السوري. هذه المجازر التي اقترفت بشكل شنيع وبدم بارد، والفيديوهات يعني أكبر موسى عمر موجود في بين لقاليق الإعلام التابع للنظام الحالي. يعني كل ما بيطلع هدلون بيحاولوا يغطوا يبرروا. أكبر موسى عمر بتسكتوا هاي الفيديوهات اللي بيوزعوها أنصار موسى العمر وأنصار حكومة ونظام موسى العمر الحالي. فالرحمة للشهداء وشفاء العاجل للجرحى من الأمن العام ومن المدنيين.
وهذا ما يمكنني قوله في هذا الخصوص كتمهيد وتوطئة للمزيد من التعليق على الأحداث. الاتهامات: فورا صدرت الاتهامات أنه إيران وإسرائيل وأمريكا و... وقسد ما بينسوا، يعني عندهم طقم كلام هيك بيرفقوه، لابد أنه يكون قسد جزء من هاي التهمة. وهذه محاولة انقلابية كانت بالتنسيق مع قسد. طبعا هذا الكلام ما في دليل، فورا هيك بشكل عشوائي إطلاق التهمة، ومثقفين وإعلاميين وسياسيين. أحمد الشرع ما قال، رأس السلطة ووزارة الدفاع تبعه ما قال بشكل، لو عندهم دليل واضح وقطعي الثبوت والدلالة على تورط قسد في المحاولة الانقلابية لفلول النظام، يعني هل كانوا سيدخرونها؟ لكانوا وطبلوا الدنيا فيها. لكن النزوع الفاشي الطائفي والقومجي مركب خلاص، يعني ضد إيران، وممكن يعني إيران تكون ضالعة، حزب الله هذا كمان وارد في هذا الخطوط. أما قسد تتورط في هذا الموضوع فهذا كثير مستبعد. ليش مستبعد؟ لأنه اتهام يعوزه الدليل، بينما الأدلة التي يعني تدين إيران وحزب الله موجودة وأبرزوها، يعني اعتقال أشخاص، كل هذه التفاصيل واضحة وجلية. يعني اللي اتهم قسد دون دليل يعني واجب عليه الاعتذار لقسد أخلاقيا وسياسيا وقانونيا. واضح في هالإطار. وكثيرين اتخذوا من هالمجازر أنه اتجهوا لرأس الأفعى. اتجهوا رأس الأفعى هي قسد. إذا سحقت رأس الأفعى الأذناب هم الدروز، الأفعى بسحق رأسها. وفي في 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 دروز موالين لهذا النظام متورطين في هالسردية الوقحة والقبيحة، بيعتبروا السويدة ذيل لرأس الأفعى الموجودة في الشمال السوري، هي قسد، بتقطع رأس الأفعى، بتسحق رأس الأفعى. هم كانوا يريدون أن هذه المجازر التي تجري في الساحل السوري يكون مسرحها القامشلي والرقة والحسكة والمدن ذات الغالبية الكردية. كثيرين يعني كانوا من صار لهم شهرين ثلاثة استكملوا تحرير سوريا، ويا أحمد الشرع تعال هون، ودير الزور تستغيث، والرقة تستغيث، والقامشلي تستغيث. هذه المجازر البشعة الشنيعة التي يندى لها جبين الإنسانية في الساحل السوري أرادوا لها أن تكون في القامشلي. معروفين على السوشيال ميديا اللي طول النهار يطبلوا ويزمروا ويحرضوا ضد قسد وضد الكرد بحجة قسد. طبعا أنا مع حل معضلة قسد، أنا مع حل معضلة المنطقة الشرقية بالحوار والطرق السلمية المشرفة التي ترضي الطرفين، دمشق والمنطقة الشمالية الشرقية أو منطقة شرق الفرات. ليست على يعني حل هذه المعضلة ليست على طريقة حسن الدغيم ومهند القاطع، لا، على يعني وفق طريقة ديمقراطية منصفة وعادلة تنصف هذه المنطقة، وما يكون فيها غالب ولا مغلوب، ما يكون فيها يعني شيء يعزز غطرسة هدلون اللقاليق واللغاليغ الحكومة الجديدة، أنه شفتوا كيف سوينا فيكم وألزمناكم وأجبرناكم يعني بهالاستسلام أو بتسليم السلاح أو بمشكلة تفاصيل مشكلة قوات سوريا الديمقراطية.
لكن ضمن هذه المعمعة وحمامات الدم والبشاعة اللي شفناها، أنا ما شفت كاريكاتير لعلي فرزات حتى الآن يسخر من وجود الطاجكستاني والتركستاني والأنغوشي والشيشاني ضمن الجيش الوطني السوري. أنا يا ريت أشوف كاريكاتيرات أكحل عيوني بوطنية علي فرزات، وكيف ينتقد السلطة الحالية وأداء السلطة الحالية في موضوع الحوار الوطني، في موضوع هاي المذابح لم تحرك في علي فرزات ذرة وطنية لحتى ينتقده. لا، الآن يعني راح أورجيكم كاريكاتير لعلي فرزات كيف تعامل مع الموضوع على أساس أنه فلول النظام السابق يستنجدون بقسد. شوفوا الكاريكاتير تبع علي فرزات ونعود. طبعا هذا الكاريكاتير قولا واحدا تحريضي وينسجم مع السردية التي قيلت أن هنالك تنسيق ما بين قسد وفلول النظام السابق. هذا التورط الفني الثقافي الوقح اللي اقترفه علي فرزات، هذا الكرد ما راح ينسوا والسوريين ما راح ينسوا. كيف لفنان كاريكاتير يتورط ويؤجج ويؤلب فئة على فئة عن طريق رسم الكاريكاتير. طبعا النظم الفاشية لها كتابها، لها صحفيوها، فنانوها، وشفنا النظام السوري وأطقم المثقفين والفنانين اللي دعموا النظام السوري حتى اللحظة الأخيرة. وكان علي فرزات يفترض أنه من ضحايا النظام السابق، وأنا شخصيا تضامنت معه لما كسروا له أصابعه وإيده في نقده للنظام السوري السابق. الآن شفتوا الكاريكاتير كيف يحاول أن يؤلب ويسخر من قسد، أنه الفلول بيطالبوا أساوي شيء أنا ساويت تحتي. هالموضوع يعني ما رح ينساه ورح يأرجوه. يعني لعلي فرزات الكل لما تستهدفهم جحافلك وجحافل نظامك كيف سيردون على هذه الجحافل؟ بيعرفوا يردوا. الكرد بيعرفوا يردوا، ما رح يردوا عليك، رح يردوا على من تحاول تأليبهم. يعني نفس السردية، نفس القصة اللي كان بيقول رأس الأفعى الزعبي وغير الزعبي في شرق الفرات، المهند القاطع تعالوا واستكملوا التحرير، نفس القصة. لا لا لا، الأكراد ما راح يردوا، أو قوات قسد الديمقراطية أو قوات قسد بدون ديمقراطية، سموها ما شئتم، راح ترد على كل من يعتدي عليها بالمثل، وهذا حق مشروع ودفاع عن النفس. في تقديري إن تلك المجازر الرهيبة التي انسجم معها علي فرزات ومن لف لفه في الأدب، في الصحافة، في الكتابة، في كل التفاصيل هي، ومن لف علي فرزات في هالسردية المضللة والكاذبة والملفقة. هذه المجازر البعض يعني حاول أنه سحقوا، يعني تمادوا في الغي والفاشية والقتل لكي يرهبكم الدروس والكرد. سحقوا العلويين، أبيدوهم مشان يخافوا البقية. هي كمان كانت موجودة ومنتشرة على السوشيال ميديا، هاي الكراهية المقيتة
وهذا الإرهاب، هذا كامل الأوصاف، إرهاب كامل الأوصاف، تحريض على القتل كامل الأوصاف، كان موجود ومنتشر لكنه ارتد. هذه المجازر البشعة التي كان الهدف منها تخويف وترهيب الدروز في الجنوب السوري والكرد في الشمال السوري انعكست، انقلب السحر الطائفي المقيت على الساحر الطائفي المقيت. هذه المجازر عززت أحقية احتفاظ الدروز بسلاحهم ريثما تستقر سوريا على شكل نهائي للدولة الوطنية، للدولة القانونية، للدولة الدستورية الحقيقية، مش حكي وأكاذيب. الآن الدروز بمنتهى الجرأة، وسابقا أيضا والآن أي أكثر، أنه لا يمكننا أن نسلم ونلقي أسلحتنا للشيشاني وللتركستاني وللأردوغاني يتحكم فينا. مش معقول هيك. شفنا ما حصل في الساحل السوري. وأيضا قسد، وأنا في فيديوهات سابقة وفي مناشير سابقة ذكرت وأكدت أنا مع تسليم سلاح قسد للدولة السورية، لكن أين هي الدولة السورية؟ مش دولة أبو عمشة وأبو رفشة وأبو عبشة، مش دولة حميدشي السوري، لا، دولة محترمة، واحد يتباهى بأنه ينتمي إليها في العالم أمام الناس. أما دولة ترتكب المذابح في حق أبنائها، واحد بيخجل بيقول إنه والله أنا أنتمي إلى دولة أحد جنرالاتها أبو عمشة أو مرهف أبو شقرة. هؤلاء يعني واحد بيخجل إنه يقول والله أنا في دولة قياداتها العسكرية الشيشاني والأنغوشي والطاجيكي والتركستاني واللي عم تشوفوا فيديوهاتهم، وما عاد فيكم يعني تسكتوا هالفيديوهات وتتوثق. فهالمجازر يعني لم ولن ترهب كرد سوريا أو قوات سوريا الديمقراطية ولا دروز سوريا وأهلنا وأحبابنا وأخوتنا في السويداء، سويداء القلب وفي جبل العرب الأشم. لن ترهبهم، بل زادتهم عزما وإصرارا على التمسك بمطالبهم، مش بالسلاح، بالمطالب. وهذه المطالب ينبغي يعني أن يكون هنالك قوى رادعة، قوى تحميها على الأرض. فارتد السحر على الساحر. في هالإطار مظلوم عبدي قائد سوريا الديمقراطية، قوات سوريا الديمقراطية، صرح وألقى يعني بالاتهام على تركيا، تورط تركيا. طبعا أنصار النظام السوري طبيعي جملة طقم الاتهامات إيران، حزب الله، قسد وكذا. قسد أيضا نفى عن نفسه الاتهام وألقى بالاتهام على تركيا. هل مظلوم عبدي عندما يقول أن تركيا متورطة، رفع التهمة عن جيش أحمد الشرع ومقاتلي أحمد الشرع، قالوا أن هنالك مجموعات غير منضبطة. هذه المجموعات الغير منضبطة إلى من تنتمي؟ إلى أي كيان؟ إلى هيئة تحرير الشام، إلى الحمزات والعبشات والسلطان مراد وما بعرف مين. الغالب يعني بيحاول أن يبرئ هيئة تحرير الشام ويلقي بالاتهام على جماعات الجيش الوطني اللي حسن الدغيم كان الموجه السياسي والمعنوي تبع تركيا.
وهذا الجيش الوطني المعبأ طائفيا وارد أنه يرتكب هيك بشاعات وهيك فظاعات، لأنه ارتكب نفس القصص، نفس الجرائم، ربما بنسبة أقل في منطقة عفرين وفي مناطق أخرى. إذا اتهام مظلوم عبدي أنه تركيا تقف خلف الموضوع هذا وارد. طبعا لتركيا ماضي بشع فيما يتعلق بالعلويين على زمن السلطنة العثمانية وعلى زمن مصطفى كمال أتاتورك العلماني. مصطفى كمال أتاتورك العلماني سنة 1937 38 أباد منطقة علوية كردية، هي منطقة ديرسم. الأخوة العرب ربما لا يعلمون حول هذا الموضوع. وفق الإحصائيات الرسمية 12,000 علوي مدني قتلوا في تلك المذبحة. هي الإحصائيات الرسمية. وفق الإحصائيات العلوية والكردية 60,000 شخص قتلوا قبل الحرب العالمية. اندلاع الحرب العالمية الثانية أعلن مصطفى كمال أتاتورك حربا على علويي تركيا وتحديدا الكرد منهم في منطقة ديرس اللي غيروا اسمها وسموها تونجلي. هذه المجزرة اعتذر عنها رجب طيب أردوغان في 2011. فهنالك ماضي أسود بغيض للأتراك ولتركيا في التعامل مع العلويين على زمن السلطنة العثمانية أو على زمن مراد الرابع اللي كانوا بيسموه حفار القبور. بيحفر قبور أو حفار الآبار، آبار هيك بشكل عامودي، ويردمها بالعلويين الأحياء ويسكرها. راجعوا التاريخ العثماني راح تشوفوا المسائل. إذا الشبهات يعني حول ضلوع تركيا موجودة، وبالسند التاريخي على الزمن العثماني وبالسند التاريخي على الزمن الجمهوري والأتاتوركي. ما في يعني عندما يطلق مظلوم عبدي هكذا اتهام حول تركيا في عنده سند، والعمشات والعفشات والحمزات والزفتات يعني كلهم تابعين وخاضعين لإمرة الجيش التركي ولدعم الجيش التركي. هذا كمان يعني صار واضح. لكن في أمور أخرى أيضا لا يمكن تماما تبرئة السلطة الجديدة. السلطة الجديدة الحكومة الانتقالية أحمد الشرع يتحمل المسؤولية العسكرية، حتى ولو مجموعات غير منضبطة لازم يعتذر من الضحايا المدنيين الأبرياء، هدلون أبناء شعبه. لازم يتصرف أحمد الشرع كأنه رئيس سوريا، رئيس هؤلاء المدنيين الذين قتلوا، مش رئيس جماعة إسلامية يلقي باللائمة على مجموعات غير منضبطة وما بعرف شو. هذه المجموعات الغير منضبطة موجودة داخل وزارة الدفاع تبعيته، هو اللي شكل المسألة. إذا يتحمل المسؤولية العسكرية والمسؤولية القانونية والمسؤولية السياسية والمسؤولية الأدبية والأخلاقية. مين؟ أحمد الشرع. خلونا نشوف هذا حملات التجيش الطائفي البغيضة اللي بتشهدها سوريا. نشوف هذا. أنا مش منعاتي يعني يعني نشر هيك فيديوهات، لكن من باب التعليق والتوثيق لنشاهد هالمقطع البسيط وبعدين نرجع. بصوا شوفوا يا علوية، إيران النخوة الجارية، إيران النخوة الجارية، إيران النخوة الجارية، لا شيعية ولا علوية، لا شيعية ولا علوية، سوريا دولة سنية. هؤلاء أيضا سوريون يحاولون يعني أن يعبروا عن رأيهم أنه سوريا تكون
دولة سنية. هذا حق، نعم هذا حق، أنا أضمن أنه يحق لهم أن يعبروا، لكن أن لا يشيطنوا، لا أن يهاجموا طائفة أخرى، يعني أنه لا علوية ولا شيعية، سوريا دولة سنية. هؤلاء كل المجموعة التي صدحت حناجرهم بهذا الهتاف الطائفي هو يعني هم من أنصار الشرع ومن أنصار الحكومة الجديدة، وعلى أساس أنه خلاص السنة الآن استردوا أمجادهم. يعني في تقديري يعني هذا مش جاي عن فراغ. هل جوع الطائفي وهل جشع الطائفي هذا مش جاي عن فراغ. غذاه النظام السوري السابق باستهداف السنة، باستهدافهم مرتين، استهدافهم بشكل مباشر وتوظيفهم في آلة القمع وآلة الدعاية بشكل غير مباشر. الحكومات، رؤساء الحكومات كلهم كانوا سنة. راجعوا الحكومات السورية أغلبهم، يمكن نلاقي لنا شيء واحد أو اثنين يعني مسيحي أو في أغلبيتهم سنة. ومش بس هيك، الحسون وكفتارو وشيخو ومحمد السعيد رمضان البطي كلهم سنة. كل هؤلاء سنة. القاتل والمقتول سنة، والقاتل والمقتول في بيئة النظام أيضا كانوا علويين. يعني المجازر اللي صارت بالساحل السوري في جزء منهم كانوا سجناء سياسيين عند النظام السوري، وكانوا معارضين للنظام السوري وقتلوا غيلة وغدرا وحقدا. يعني فما يحكمنا هو الوسخ التاريخي على حد تعبير المفكر السوري الفلسطيني أحمد برقاوي، الدكتور أحمد برقاوي. وأنا يعني هذا الوسخ التاريخي دائما يستحضر نفسه ويجدد نفسه في السرديات. في السردية السنية موجود، وفي السردية العلوية موجود هذا الوسخ التاريخي. لكن عندما كنا نبكي على المدنيين السنة الذين سقطوا بنيران وبراميل وكيماوي النظام الأسد، كان أنصار النظام المخلوع يعني والمستفيدين من هذا النظام يسخرون منا. وأنا يعني من ضمن اللي يعني 14 سنة مع اندلاع الثورة السورية على نظام، قبلها كنت معارض لنظام الأسد، ولا أريد تكرار يعني قصتي مع النظام السوري. كنا عندما نقف مع أبناء شعبنا السنة وضحايا بنيران وبراميل والكيماوي الأسدي، أنصار نظام الأسد، نظام البراميل والكيماوي، كانوا يعني يبررون هذه الجرائم ويقللون منها وينفونها، وبيقولوا انه هي حاضنة النصرة وهي حاضنة القاعدة وحاضنة داعش، وبيبرروا المجازر. الآن عندما نستنكر جرائم نظام أحمد الشرع، هي جرائم نظام أحمد الشرع، هي مش جرائم مجموعات منفلتة ضالة مضلة وما بعرف شو غير منضبطة، لا، هي جرائم نظام أحمد الشرع. قولا واحدا، عندما يعلن اعتذاره من الشعب السوري ومن الضحايا، بنقول أنه في حالة تبرع تمام 100%. عندما يحاكم أحمد الشرع هذه المجموعات ويعلن بالأسماء وأمام الناس وبشفافية بالقسط والعدل، وقتها بنقول أنه هي بالفعل أنه أحمد الشرع خلاص. الآن أيضا عندما يعني ننتقد هذه الجرائم، أنصار أحمد الشرع
يولولون ويحاولون نفيها أو التقليل منها، أو يعني وتحميل يعني جهات أخرى مسؤولية هذه الجرائم والمجازر. وأحيانا يعني بيتهموا أنه العلويين هم أنفسهم بيرتكبوا هذه الجرائم، يعني مستوى الوقاحة. طبعا هذه الوقاحة كان يقولها أنصار النظام الأسدي أيضا في حق السنة، إنه السنة اللي رموا الكيماوي، السنة اللي ارتكبوا المجازر مشان استجداء التعاطف الدولي. نفس الكلام، نفس السردية، نفس يعني حنطق منطق يعني كما يقال يعني. ومش بس هيك، يعني كما ذكرت انه هاي المسؤولة بيبلولوا، بيحاولوا حرف انظار السوريين عن هذه المجازر. تذكروا ايام مجزرة الكيماوي، وتذكروا مجزرة بانياس، وتذكروا مجزرة صيد نايا، ومن القصص بحرف انظار السوريين عن بشاعة ما اقترفوه في الساحل السوري. لكن هيهات يعني ما بتزبط معهم يعني. هذا الوسخ في التبرير يعني هو فتوى ثأر وانتقام. عندما نقول تذكروا تلك المجازر وتذكروا تلك المذابح التي اقترفها نظام الأسد بحق السنة، معناته أنتم على حق. اللي القتل المجموعات الغير المنضبطة أنه يعني ردة فعل عما حدث. هذا كما ذكرت أنه الوساخة في التبرير والثأر والانتقام، يعني بالنتيجة في تقديري السوريون لن ينسوا وساخة نظام بشار الأسد وحافظ الأسد، ولن ينسوا الوساخة التي يراكمها الآن النظام الحالي. وتبييض الأيدي، تبييض وتنصيع هذا النظام ونأيه عن هذه المجازر وهذه البشاعة ما بيكون بالكلام، ما بيكون هيك بشكل بسيط يعني. تقديري يعني النظام السابق كان مدجج بالوسخ التاريخي، يعني واضح يعني. وكذلك النظام الحالي مدجج بالوسخ التاريخي السني. وإذا استمر على هذه الحال لن يكون إلا نسخة من النظام الأسد. يعني ما فرقت شيء، استبدلنا نظام مدجج بالوسخ التاريخي بنظام آخر مدجج بوسخ تاريخي مناقض. والصراع يعني الجاري هو بين وساختين تاريخيتين. يعني هكذا. وفي ظل هذا الصراع بين الوساختين التاريخيتين لا يمكن أن نبني دولة وطنية مستقرة حرة طاهرة ونزيهة وبريئة من الوسخ التاريخي الناجم على يعني الصراع على السلطة. وهالوسخ التاريخي يعني بدأ من وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل الصراع يعني من يخلف النبي؟ أحقية من يعني؟ هل ابن عمه وصهره علي أم المجموعات الأخرى؟ ما دار في يعني في السقيفة من معروف في تقديري، يعني مش بحاجة إلى تكرار. يعني بين الصراع ما بين المهاجرين والأنصار، والصراع ما بين المهاجرين يعني بعدين يعني بين بني أمية وبني هاشم لمن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني تطور الموضوع إلى حادثة مقتل عثمان وحرب الجمل وحرب صفين وكل التفاصيل اللي انتم بتعرفوها. يعني في تقديري انه كان هنالك ضمن صحابة الرسول، يعني الشيء بشيء يذكر، أشخاص حاولوا النأي
نأي المسلمين عن هذا الصراع الدائر داخل قريش. كان صراعا داخل قريش بين أسرة يعني فقيرة، ليست يعني بذلك الجاه والعزة اللي كان بنو أمية سادة قريش. صحيح بنو هاشم أيضا كانوا من سادة قريش، لكن اقتصاديا والسلطة ما كان الحضور اللي يتمتع به بنو أمية. وبالتالي الصراع ما بين بني هاشم وبني أمية صراع قريشي محض، انتقل لكي يصبح يعني صراعا بين وشعوب بأكملها. الخليفة أبو بكر، الخليفة عثمان، الخليفة آه، عمر رضوان الله عليهم، هم الآن بين يدي ربهم. يعني لم ينقلوا مركز الخلافة من الحجاز من مكة إلى مدينة أخرى. علي نقلها إلى العراق. بنقله مركز الخلافة إلى العراق انتقلت الحروب إلى العراق أيضا. يعني وكانت حرب الجمل أتت بأهل الحجاز، ومعروفة القصة، يعني الصراع على السلطة داخل قريش انتقلت من الحجاز إلى العراق، ويعني سفكت دماء بالآلاف على أرض العراق نتيجة هذا انتقال الصراع من الحجاز إلى العراق. معاوية أيضا نقل الخلافة من الحجاز إلى عاصمة الخلافة إلى الشام، وصار هنالك صراع بين العراق الذي يميل إلى السردية الشيعية والولاء الشيعي، والشام التي تتبنى السردية الأموية السنية وكل التفاصيل. ف يعني من صراع ما بين قبيلة، بين عائلتين وأسرتين، انتقل إلى على امتداد 1400 سنة. وهذا الصراع يراكم سرديات فيها ما هو مختلق، فيها ما هو يعني الحقيقي منها ضاع وسط كمية الاختلاق والقصاصين والحشويين، واللي يعني يرفعوا علي إلى مقام الألوهة ويرفعوا معاوية إلى مقام الصالحين والأتقياء والمبشرين بالجنة ومن هالقصصين. وداع المسلمون في معمعة هذا الصراع وإلى أي كفة يميلون. هذا الموضوع ما زال يحكمنا، وما زال يسمم على الناس حياتهم ويعرقل تشكل دولة وطنية، طالما هذا الإرث، هذا الوسخ التاريخي الذي يعني علي بريء منه، علي بريء منه، واعتقد إلى حد ما معاوية كمان بريء منه. يعني رغم كل الملاحظات التي يمكن تسجيلها على معاوية بن أبي سفيان ويعني كل الحقبة الأموية، التطرف الموجود، التطرف الحاز، يعني هذه الأحقاد المتراكمة في النفوس والتي تتوارث، يورثونها جيلا إثر آخر. كيف لنا أن نبني دولة وطنية في العراق، دولة وطنية في سوريا، مع استحكام واستبداد هذه الصراعات التي هي في الأصل صراعات يعني أنتجت وسخا تاريخيا رهيبا ملطخا بالدماء؟ هذا سؤال برسم كل من يحاول يعني تبني الخطاب الوطني، الخطاب الديمقراطي، الخطاب المعتدل ضمن التيار الإسلامي، ضمن المتدينين، أنه يا أخي نحن متدينون في بلادنا، لا نريد لدولة
لسوريا أن تكون دولة سنية أو دولة علوية أو دولة دينية. أنت عندما تجعلها دولة سنية فأنت تجعلها دولة دينية. نفس القصة اللي في إيران، نسخة من إيران نستوردها لكن بعمامة سنية وبسردية سنية مع الأسف الشديد. حكومة الشرع أعلنت أنه ستحقق وشكلت لجنة تحقيق، ويبدو لي يعني أنه هي اللجنة لن تختلف عن لجنة ما سمي بالحوار الوطني، ولن تختلف أيضا عن لجنة الإعلان الدستوري. يعني من هم هؤلاء القضاة؟ أنا حاولت أتحرى يعني عن البعض، يعني شفت القاضي جمعة دبيس العنزي ومقال يعني وكاتبه نحن ودولة الخلافة موعدنا الجنة. واحد قاضي أو وزير أو مسؤول أو ضابط أو أي شيء أو إنسان عادي أو كاتب يعني يكتب بهذه الصيغة، وأنا حاولت أدور على المقال محذوف، شالوه، لأنه في هذا المقال، نص هذا المقال سند قوي ويعتد به لمساءلة حكومة أحمد الشرع على أي أساس أنه واحد مثل هذا أولهم يعني بهال التأجج الطائفي هذا، وأحد دعاة دولة الخلافة وموعدنا الجنة ومن هالقصص هي سيكون نزيها ويحكم ضميره الإنساني ويحكم ضميره ال ال الإسلامي، ولا ينزلق نحو الطائفية ونحو السنية لكي يعني يحقق في مجازر تعرض لها المدنيون العلويون على أيدي قتلة ينتمون إلى الطائفة السنية، مجرمين وإرهابيين وقتلة. وهؤلاء القتلة كانوا يوما ما جزءا من داعش وجزءا من النصرة وتنظيمات إسلامية تدعو إلى دولة الخلافة مثل ما يدعو إليها أو يتحسر عليها هذا القاضي السوري الفاضل. يعني سؤال ينبغي الإجابة عنه. في تقديري يعني هنالك إجراءات عاجلة ينبغي أن تتخذها حكومة أحمد الشرع. الرئيس السوري، مشان ما حدا يزعل، يعني صحيح تطهير سوريا من فلول النظام السابق واجب ضروري وحيوي واستراتيجي ووطني، وكلنا مع أحمد الشرع في هذا التوجه، لكن ينبغي أيضا تنظيف الجيش السوري الحالي، الأمن العام والجيش السوري ووزارة الدفاع، من فلول داعش. وموجودين فلول داعش
لم تنشق الأرض وابتلعتها، البعض منهم تسرب. وفيديوهات الجزائري والمصري والموجودين، مش بس اللي تبوأوا مناصب، لا، فيديوهات يعني لا قليق ولا غليظ. النظام الحالي نظام أحمد الشرع ما بتخجل، يعني ما بينحرق خشمها خجلا وحياء وبيطلع واحد من الجزائر ويعمل لايف وفيديوهات في دمشق ويهاجم سوريين علويين أو دروز أو أكراد. لا يندى لهم جبين، لا يعني يرف لهم جفن من جفون الحياء والخجل الوطني. إذا هم موجودون، وفي صلب وزارة الدفاع، وفي صلب الأمن العام. فلول مين؟ فلول داعش وفلول القاعدة كمان. هلا أحمد الشارع ما في ينكر ولا يطلع لي شو اسمه من إدلب جميل الحسان يطلع بيحكي هو من إدلب، أعتقد من إدلب، مش متأكد. فإذا وينفي وجود القاعدة، لأن الأمريكيين كل فترة يصطادوا قيادي من قيادات داعش أو القاعدة في إدلب. فأي عملية نفي جديدة لوجود القاعدة كقاعدة ووجود داعش داخل أجهزة النظام أو في مناطق سيطرة جبهة النصرة وفي محافظات إدلب، يعني تنفيها الاستهدافات الأمريكية لقيادات ولرموز القاعدة في المناطق. الآن سابقا كانت يعني جبهة النصرة تسيطر على إدلب، الآن تسيطر على كامل الأراضي السورية، أو مش كامل الأراضي السورية، مساحات شاسعة، 3/4 الأراضي السورية. وكل القيادات القاعدة أو أغلب قيادات القاعدة التي يستهدفها التحالف الدولي أو الأمريكيين هم تحت إيد أو في مناطق إدلب. يعني لن ينفع النفي، بتنفوا هلا بعد يومين 3 بيصير استهداف لقيادي للقاعدة في مناطق إدلب أو في منطقة أو أي منطقة أخرى. إذا تنظيف الجيش الوطني ليكون جيش وطني من فلول داعش ومن فلول القاعدة ومن أبو عمشة ومن الأردوغاني. أي واحد ولاؤه للأردوغاني ما بيصير، يا ولاؤه يكون سوري، ولاؤه يكون أحمد الشرع، ولاؤه يكون للعلم السوري، للدستور السوري، مش للأردوغاني. هؤلاء الفلول لازم تشيلوهم من الجيش الوطني مشان يصير جيش وطني. مع وجود هؤلاء يعني من العار أنه تسموا هالكيان العسكري بالجيش الوطني. يعني واضح كلامي، نحن مع أحمد الشرع تطهير الساحل السوري وكل سوريا من فلول النظام السابق، وينبغي لكي يؤكد لنا وطنيته وشرعيته عندما يطهر سوريا والجيش السوري من فلول داعش وفلول القاعدة وفلول النصرة كمان، لأنه الآن هو مش زعيم للنصرة، هو زعيم لكل السوريين. النصرة اللي أصحاب ذهنية دولة الخلافة والقصص هي لازم يشيلوها يعني. وكل أنصار داعش والداعشين السابقين والأردوغانيين الحاليين لازم يصار إلى طردهم. يعني ما بقول تحاسبون، على الأقل اطردوهم خارج الأراضي السورية. على أحمد الشرع كمان في هالإطار أنه يضبط لغليغه ولقليقه في الإعلام اللي بيحرضوا على الطوائف الأخرى. بدك تعمل دولة وطنية لازم يكون الخطاب وطني، خطاب وطني حقيقي مش استفزازي. يعني واحد بيجي بيحكي لك ينظر لك بالوطنية وبالمساواة والعدالة بين السوريين والكل سواسية والكل كذا، لكن لما بتيجي بتقول له
يا أخي إيه طيب ما بيصير إنه تعملها دولة سنية، لا شو ما بيصير، هذا حق وواجب إنه أغلبيتنا مسلمين وأغلبية المسلمين سنة من هالقصص هي. بدك تعمل دولة وطنية، سيادة رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، بدك تغير من الخطاب الإعلامي من خطاب طائفي وخطاب يمارس التقية إلى خطاب شفاف وموضوعي ونزيه ووطني. في تقديري لا ولن تبتنى دولة وطنية حقيقية إذا لم تتطهر سوريا من فلول وأدران الوسخ التاريخي اللي حكى عنه الدكتور أحمد البرقاوي يعني. وهذا الوسخ التاريخي بات معروفا في السرديات وفي الكيانات وحتى على مستوى الأفراد. أكتفي بذلك على أمل أن تكون هذه الأفكار وهذه الانتقادات حركت أسئلة وأعطت أجوبة لدى السوريين. دمتم بألف خير، ألقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.